كل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم النهاردة نعمل سوا الفتة؟ لازم نعمل الفتة سوا، هنعملها سوا ونعرف خطواتنا ايه. هتحسي ان هي خطواتها كتير شوية، ولكن مفيش حد ما بيعملش الفتة، فانا هحضرها معاكم دلوقتي. اول حاجة، لو مش عارفاني انا اسمي رنا، ولو عجبك الفيديو لايك وشير واعملي لها سيف، لازم تجربيها. اول حاجة يا ست الكل، احنا بنجيب كده حلة على حلة كده علشان نبتدي نعمل اللحمة. هنسلق اللحمه معلقتين كبار من السمنه، نزلت بفصين من المستكه، ندوبهم مع السمنه كده كويس، ونشوح بقى اللحمه كويس مع المستكه والسمنه لغايه ما تتشوح تبقى معايا تمام، اتشربت المستكه والسمنه. هنزل عليهم دلوقتي ببصله وطماطمايه وجزر وورق لورا، تمام. ولو عندك حبهان حطي، وبعدين انزلي عليهم بميه مغليه وشويه من الفلفل الاسود. ما بنحطش الملح دلوقتي خالص عشان ما ياخرش تسويه اللحمه. بعد ما تستوي بنحطها هنا ووك على نار عالية، معلقة كبيرة من الثوم، نقلب كده لغاية ما تديني اللون الذهبي. هنزل عليهم معلقة كبيرة من الكزبرة البودر، تقليب مستمر كده مع بعض لغاية ما يبقى الريحة بدأت تطلع معايا. كل الكلام ده هننزل عليه بعد كده بربع كوباية من الخل لغاية ما تديني التش دي حلوة زي الفل. عندي شفشق من صلصة الطماطم، معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الاسود، وسيبيها على جنب تتسبك. حلة تانية على النار عندي معلقة كبيرة من السمنة وشوية من الزيت. الرز مغسول كويس ومتصفي، هنشوحه كويس مع السمنة عشان يبقى مفلفل. هنزل عليه 3 كوبايات من المرقة لغاية المرقة المغلية بتاعة اللحمة، وظبطي الملح تمام. نار عالية الأول لغاية ما يتشرب، وبعد كده وطي عليه. كده الصلصة بقت جاهزة، يبقى الرز على النار والصلصة بقت جاهزة. هنجيب بقى طاسة، وابتدي انا بحب احمر اللحمة. معلقة كبيرة من السمنة، هنحمر اللحمة وننزل عليها بمعلقة كبيرة كده من الصلصة اللي عملناها بالثوم، بتخلي طعمها حلو قوي وتبقى برضو جاهزة معايا هنا. خلاص. وكمان العيش انا جبته وقطعته وحطيته في الفرن يتحمص بالشكل ده. الرز استوى وريحته حلوة قوي، ريحة المرقة مع الرز والتسوية ومتشوح كده تمام مفلفل. الطبق اللي هنقدم فيه بقى، جبت العيش ورصيته بالشكل ده وبسقيه شوية من الشرب، وحطي عليه الصلصة الحلوة دي، وبعدين انزلي عليه بالرز المفلفل اللي ريحته جنان تمام. وزعي الطبقات كده، انتوا حاسين ان دي فتة؟ دي تورته يا جماعة. وبعد ما بوزع الطبقات كده برضو هحط شوية من الصلصة على الوش، وانزلي بقى عليهم باللحمة اللي احنا حمرناها مع شوية من الصلصة، وريحتها حلوة قوي. وصفة النهاردة خلصت، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، بالهنا والشفا مقدمة.